60 عضوا بينهم 23 لاعبا. هذا وكان في استقبال الخضر صلاة أمس بالقائم أو بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، كل من محمد تهمي وزير الرياضة وكذا محفوظ قرباج رئيس ورابطة المحترفة لكرة القدم. زميل فاروق خليف كان حاضرا وعاد بالتالي. سعيد قاعدوا فرنسي يلا كنا بركة مولي الكلام الأخير هو الكلام اللي قالوا لهم الوزير الأول، وهو رسالة رئيس الجمهورية عنده أسبوع. هذاك هو الكلام الرسمي. اليوم تكلمنا بصفة ودية، مع ما كانش يافي با دو ديسكور. التحفيز كانت رسالة واضحة، عندها أسبوع، وكانت رسالة تاع السيد رئيس الجمهورية عن طريق الوزير الأول. لا الأنصار إن شاء الله ينطلقوا يوم 13 وفيه 8 رحلات إلى البرازيل، وإن شاء الله كل ما يخص التنقل كل الأمور متوفرة، وإن شاء الله الرحلة تكون في أحسن ظروف. اليوم كما نقولوا بصفة رسمية يبدأ العد التنازلي لمشاركة الجزائر في منافسة كأس العالم. كل ظروف مهيئة، كل إمكانيات وضعت تحت تصرف هذا الفريق هذا، سواء إمكانيات الدولة اللي وفرت كل الإمكانيات، الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفر كل الإمكانيات. يعني تنقل تم في ظروف جيدة، اللاعبين كما لاحظتوا تنقلوا في ظروف معنويات جد مرتفعة. نتمناو أنه الأمل اللي رانا نعلقوها كما تعلقوها أنتم وكما يعلقها كل الشعب الجزائري على هذا الفريق هذا ستكون في محلها، يعني هذا الفريق هذا بشبانه يستطيعوا أن يرسموا البسمة على أفواه الملايين من الشعب الجزائري. هذا وعبر الظهير والأيسر للمنتخب